سلام سلام، كي راكم دايخين؟ شويه لاباس غايه مع هذه السخانه؟ كاش نشاط، كاش تحويس، كاش طيابات. انا اليوم جبت لكم بريوش القوارب القطني والاسنجس ومع الصيف البحر والسباحه. مباشره راح نبداو عميراتي. بسم الله وبالصلاه والسلام على رسولنا الكريم. وكل عادة والعوايد جبت لكم المقادير كما تحبوا، بالعبار سهلين باه بالخف تجربوهم، وتجربوا الوصفة بلا ما تنسوا تابونيو عندي وتحطوا لي جيمات فضلا وليس امرا. وبيان سور الى عجبتكم الوصفة شاركوها في صفحاتكم ومع احبابكم. وكيما ديما نولهكم عميراتي اللي ما عندهاش الكاس كيما تاعي ولا جاتها كميه البريوش بزاف الكميه نتاعها، تستعمل كاس اصغر، واللي تحب كميه اكثر تستعمل كاس اكبر ولا غرفيه. المهم عينكم ميزانكم، الكاس ولا العبر اللي تعبروا به تكملوا كامل المكونات. هنايا راح نحضروا اول شيء الكريمه باه تبرد. دونك في كسرولة عندي هنايا 2.5 كيسان تاع الحليب، 3 مغارف كبار سكر، 4 مغارف ونص نتاع مايزينا، وربع كاس عصير الليمون. راح نخلطهم بارد في بارد ونحطهم فوق النار لين يعقدوا معانا كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. وهي سخونة راح نضيف 5 مغارف كبار تاع نواد كوكو، 50 غرام شوكولا بيضاء، هي بروحها تجي مقسمة، انا استعملت طرف من شوكولا دادا. راح نخلطهم مليح ونغلفها ببابي اليمونتير ونخليها بجيه تبرد. ونجو مع بعضنا نحضروا العجينة تاعنا. مقاديرها اسهل ما يكون يا البنات، وبنفس الكاس اللي عبرت به مقادير الكريمة باه تجيكم قيس قيس. دونك عميراتي عندي هنايا كما راكم تشوفوا عندي كاس تاع الحليب بلا ما ندفيه، حنا رانا مشويين هنا في الصحراء سينو في الشتاء تقدروا تدفوه شويه. راح نضيف عليها حبه بيض كما راكم تشوفوا، وزوج مغارف كبار تاع السكر، مغرف خميره الخبز، الزاز تاع السيترون، وزوج مغارف كبار عامرين تاع الزبده. انا استعملت مارغرين سول. هكذا يا البنات راح نخلطهم بالفوي جيدا، وراح نضيف الفرينة تدريجيا اللي هي يعني المقادير نتاعها 2 كيسان تاع فرينة عامرين والثالث ناقص 7، والمقادير مضبوطة حبوباتي، تجي لاباط حاكمة روحها في نفس الوقت رطبة كما راكم تشوفوا. هنايا راح نخلص من الفوي وراح نكمل بيديا بعد اللي ضفت لها قرصه تاع الملح باه لاباط تاعنا تجينا بنينه يا البنات. هكذا في هذه المرحله راح نضيف الكاس الثالث اللي قلنا ناقص 7، وراح نخلط العجينه تاعي مليح ونلايم الاطراف هكذا باش تدخل كامل هذيك اللافارين في العجينه. هكذا يا البنات شوفوا كيفاش جات. راح نغطيها بيان سور ونخليها تخمر. وهنا راح نحضر الكريمة الثانية اللي راح نحتاج فيها كريمة سائلة قيس كاس. البنات انا بعتهم يجيبوا لي الكريمه اللي فيها بلوس دو 35 ماتيار غراس، جابوا لي هذه النوعيه. من الاحسن استعملوا بطوش في حاله ما اذا ما لقيتوش اوبلا. بكل صراحه اوبلا هي الطوب تاع الطوب. الله غالب جايه ناقصه شويه هنايا عندنا في بشار،
دونك راح نطلعها مليح ونضيف لها 2 مغارف نتاع السكر، 5 حبات فرماج اللي متوفر عندكم. ايضا هنايا قشكارة تاع حليب، خليتها ترب وحدها بدون اي اضافات، بعدين صفيتها في الشاش حتى تتخلص من كامل الماء اللي فيها، ونضيفها مع هذه الكريمه. وهنا كما راكم تشوفوا بعد اللي خمرت لي العجينه راح نفرغها من الهواء ولا نكسر لها الخمور نتاعها هكذا. شوفوا البنات محلاها ما شاء الله. هنايا راح نقسمها الى كرات. انا بكل صراحه كبرتهم كما تعرفوني، نحب ناكل حبه نشبع كي ناكل حبه نشبع بعيني والكريشتين المهم حبوباتي خرجوا لي انايا 11 حبه، وانتم كان صغرتوهم راح يخرجوا لكم حوالي 14 حبه هكذا. البنات راح نكمل نقسم العجينه تاعي اللي بقات بهذا الشكل، وبعدين نرجع للحبه الاولى اللي كورتها، وراح نبدا نفتح فيهم بهذا الشكل الطولي، ونجيب هذيك الكريمه الاولى الله الله ونعمر في الوسط بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. بعدين نجمع الاطراف ونقرصهم غايه باه ما يتحلوليش في الكوشه هكذا. سهله والعجينه تعطيك الطعم ما شاء الله. بعدين نطلع الجوانب بهذا الشكل الموضح يا عميراتي. ما حبيتش ندير لكم بزاف الحبات باش ما تجينيش لا فيديو الطويله. راح ندهنهم اكيد بصفار بيضاء ومغرف نتاع الحليب، وراح نطيبهم حتى ياخذوا اللون البني، وما تطيبوهمش اكثر من القانون من تحت سينو يجوكم ناشفين. وكحلو كحلو البنات ما شاء الله على ديك الطراوه. شوفوا لي الخفه وريحه الكريمه الهبال تاع البنايه. البنات شنقول لكم ديجا المنظر نتاعها هكذايا يشهي. انا هنايا رشيتهم بالسكر الناعم خفيف ظريف، وزينتهم بالكريمه تاع الجبن اللي خرجت روعه، تولمت القروسيه تاعها مع ذوق نواد كوكو. دوماج برك خرجت شويه خفيفه لانه كريم فريش ما كانش مليح، سينو البنه خرجت روعه. وهنا جبت ايضا رافاييلو قسمته على 2 وكسرت اللون الابيض هكذايا بالكرز الاحمر هكذا كما راكم تشوفوا. ما خلونيش نزوق في غرضيه البنات الله الله يا ربي مرات نقول نعود نطيب في الليل كي يروحوا كامل يرقدوا ونصور في غرضي وخلاص. هبلوني عمري ولا طيبت لهم حاجه وصورت في غرضي. المهم حبوباتي نقسم معاكم هنايا غير حبه باه تشوفوا من داخل كيفاه خرجوا لي. راح تشوفوا المنظر وتحكموا الصورة تتحدث يا البنات. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي هذاك المنظر. العجينة رقيقة وخفيفة مش معجنة والحمد لله، ومعمرة كريمة. واللي ما جربتهاش رطت هذا البناية البنات. هنا راح نطفي الإضاءة ولا نقص الإضاءة. طفيت الفلاش باش تبان لكم. شوفوا كيفاه من الفوق تبان لكم هكذايا منفوخه وكامل، وهي بالعكس معمره من الداخل. هذيك الكريمه هي اللي خرجتها هكذا، معناتها ما جايش معجنه. هذيك لاباط خفيفه هكذايا كما راكم تشوفوا. دونك راح تاكلوا هذيك الحبه مارغريتو كبيره مي جايه
كما قلت لكم البنات جايه خفيفه روعه. شنقول لكم في الاخير الحمد لله على دوام النعمه والصحه والعافيه، والى الملتقى.